تبقى في شوارع وسط البلد في القاهره وميت من الجوع، فتلاقي الفاترين بتاعه المكرونه، تدخل تجيب طبق مكرونه وانت جعان جدا، فتاكله تتمزج بيه ويعني تتكيف على الاخر. المكرونه بتبقى كذا نوع، بيسالك بقى انت عايزها ساده ولا عايزها كبده ولا عايزها سجق. انا النهارده عملتها سجق. يجي كده حاطط لك عليها شويه صلصه كده، ممتاز ما شاء الله. يجيب السجق الرائع ده كده، يجي حاطط لك شويه صغيرين على الوش كده، ويجي مقدم لك هذه التحفه الفنيه اللي بتبقى اطعم حاجه انت هتاكلها اليوم ده عشان انت بتبقى جعان جدا. اول حاجه هنعمل عصير طماطم، بسم الله. قليل من الماء لتسهيل عمليه الضرب، قليل من الزيت، شويه حلوين من السمن البلدي، لو ما عندكوش مش مشكله. هفرم هنا فصوص الثوم الجميله بتاعتي، واضيف ملعقه صغيره من الكزبره الناشفه المطحونه، تقليبه حلوه. بسم الله، واصفيها هنا كده على طول مباشر عشان ما اعملش مواعين كتير. ترتيب الوصفه اهم من الوصفه نفسها. شويه ميه هنا وازودهم هنا كده. الصلصه بتاعت الوصفه دي بتبقى خفيفه شويه، بس مش خفيفه قوي يعني، متوسطه مثلا. واسمي الله، اتبل بملح، فلفل اسود، كمون، قليل من الشطه. اسيبها على نار متوسطه لغايه لما تتسبك براحتها. المرحله التاليه اجيب السجق الجميل بتاعي، انا حاطه في الفريزر شويه عشان يبقى سهل عليا ان انا اقطعه. ممتاز، حلو قوي كده. واسمي الله، بسم الله. بصوا بيتقطع زي السكينه في الحلاوه. هسيبه على جنب 3 4 دقائق كده. حله جميله فيها ميه مغليه، اضيف لها قليل من الملح، قليل من الزيت، عشان المكرونه دي لما هما بيعملوها بتتركن شويه، فبيبقوا مش عايزينها تلزق في بعضها، فبيحطوا لها الزيت. الاكله دي بتتعمل بكذا نوع مكرونه مع بعض، فانا مش عايز اسلق كل واحده لوحدها، فهسلقهم كلهم مع بعض وامري الى الله. بسم الله، واحط هنا مكرونه صغيره، بسم الله، بتبقى هي الاساس، فانا هكترها هي شويه. بعدين مكرونه بنه او اقلام، بسم الله. مكرونه اسباجيتي احطها كده وهي هتنزل لوحدها، هظبط لها 12 دقيقه، بسم الله. طاستي الرائعه دي تسخن، ولغايه لما تسخن هفرم البصلايه دي ناعم، والبصلايه دي اختياري بصراحه، مش عايز احطها بس حاسس ان هي هتضيف طعم حلو، فهنجرب. اجيب السجق الجميل بتاعي يكون فك بقى شويه، بسم الله، نزله كده من غير اي دهون او اي حاجه، ولو عايزين تحطوا سمنه مفيش مشكله برده. بسم الله واقلبه. الله الله، الريحه بتاعته رهيبه ما شاء الله. بسم الله واضيف له ملعقه من السمن، وبعدين هضيف له شويه من الصلصه اللي انا بعملها، بسم الله. الله الله. هفرم عليه 3 4 فصوص ثوم حلوين كده، بسم الله. بعدين هزود له البصلايه الجميله بتاعتي، بسم الله. هوطي النار عليه، اغطيهم واسيبهم يستووا مع بعض على نار هادئه. حاسس ان انا ممكن اقطع الطماطميه دي قطع صغيره جدا واضيفها هنا، حاسس ان هي هتنقل الحوار كده. سلام يا سلام يا سلام. في المرحله دي ممكن اتبل بملح، بسم الله، وفلفل اسود فقط، مش هحط حاجه تانية. ونصفي المكرونه ونظبط الطبق بتاعنا الرائع. ما شاء الله شكله رائع، يشهي قوي قوي قوي. انتوا هتتبسطوا بالوصفه دي. وايها الساده، الف انا مقدمه.